مصطفى بيسأل: دلوقتي أنا موجود في الخارج، كان معايا رخصة قيادة مصرية ومحتاج شهادة خبرة من مصر عشان أطلع رخصة قيادة في البلد اللي أنا فيها، وما بيعترفوش بالرخصة المصرية، فعاوزين شهادة خبرة إن أنا معايا رخصة مصرية تسهل عليا الإجراءات في الدولة اللي أنا فيها، أقدر أطلع رخصة قيادة. ينفع أعمل توكيل لحد أو حد يعمل لي شهادة بيانات لرخصة القيادة بتاعتي؟ فبنقول: رخصة القيادة زيها زي بطاقة الرقم القومي، شخصية ما ينفعش يستفيد بيها غير صاحبها بس. يبقى رخصة القيادة وفقا للأصل العام شخصية زيها زي بطاقة الرقم القومي، ولكن أجازت الإدارة العامة للمرور بتوكيل خاص محدد، الغرض منه إيه؟ استخراج شهادة بيانات موجهة للخارجية عن رخصة القيادة بتاعت حضرتك، بس بشرط إن رخصة القيادة تكون سارية. طيب التوكيل اللي هعمله من بره ده اهو لأي حد ولا لحد قريبي ولا لازم يكون قريبي؟ لا، لم يشترط إن التوكيل يكون لحد من أقاربك. تمام؟ أي حد معرفة، جارك، أخوك، صاحبك، قريبك، ممكن تعمله توكيل باستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة بتاعت حضرتك موجهة للخارجية. تمام؟ إنما ما ينفعش رخصة القيادة تتجدد وحضرتك موجود في الخارج، مفيش حد هيتصور مكانك ومفيش حد هيمضي مكانك. جازت زي ما قلنا الإدارة العامة للمرور إن حضرتك حد يطلع لك شهادة خبرة لرخصة القيادة بتاعتك موجهة للخارجية بناء على التوكيل الخاص المحدد الغرض. خلاف ذلك لا يجوز. اما تنزل اجازة طلع الايه؟ طلع البيانات اللي انت عاوزها، طالما ما انتش واثق في حد. عاوز تعمل توكيل من بره لحد يجيب لك بيانات، مفيش مشكلة، بس التوكيل بيكون مخصص لغرض ايه؟ استخراج شهادة بيانات عن رخصة القيادة موجهة لوزارة الخارجية، عشان بيوثق وبينبعت لك بعد كده تعرف تطلع رخصة القيادة من الدولة اللي حضرتك موجود فيها. وده استثناء من الأصل العام اللي هو إن رخص القيادة خاصة أو شخصية لأصحابها فقط، زيها زي بطاقة الرقم القومي. تمام؟